ازيكم عاملين ايه؟ لكل اللي حابب يبدأ في الكروشيه ومش عارف يبدأ منين او يجيب ايه. الحاجة اللي ممكن يبتدي بيها تكون تكلفة بسيطة بس في نفس الوقت يكون اتعلم. انا جايه لكم النهارده بفيديو ان شاء الله ما نطولش فيه قوي، ولكن هقول لكم انتوا محتاجين ايه كبداية تجيبوه او تشتروه او يكون معاكم علشان تبداوا بيه الكروشيه، او تبداوا تتعلموا بيه الكروشيه ومنه تكملوا بقى، سواء هتكملوا كمشروع في البيت مش اكتر. بس عامة احنا محتاجين ايه علشان نبتدي كروشيه؟ تابعوا معايا الفيديو ان شاء الله ما اطولش عليكم، ولكن اقول لكم ايه هو المختصر المفيد لبدايات الكروشيه. اللي انتوا شايفينه دلوقتي دي كل الحاجات اللي ممكن احتاجها في الكروشيه كبدايه، او كمان لو انا عايزه اكمل يمكن الحاجه الوحيده اللي هتزيد او هتختلف هي الخيوط. ولكن ده كل اللي احنا محتاجينه. كل حاجه هقول لكم محتاجينها ليه، هل ليها بديل ولا لا. فهنبتدي مع بعض، هنبتدي نقسمهم، فانا محتاجه ان انا اشيل كل ده وابتدي معاكم حاجه حاجه ونقول ايه المهم وليه وهل ليه بديل ولا لا. الكروشيه عندنا عباره عن ابره وخيط، تمام؟ فهنبتدي الاول بالابره. انا عندي دي كلها ابر كروشيه، تقريبا الفرق بينها حاجه واحده بس وهو المقاس. انه انا عندي كل ابره بيبقى مكتوب عليها مقاسها، زي دي مثلا مكتوب عليها 5 مللي، تمام؟ وكل ابره مكتوب عليها مقاسها، وده اللي بحدده او انا محتاجه انهي ابره على اساس سمك الخيط. فانا علشان ابتدي مش محتاجه ان انا اشتري كل الابر دي، انا ممكن ابتدي بابره واحده وهي الابره المتوسطه في المقاس اللي هتنجز معايا وهتبقى في معظم الخيوط اللي انا هجيبها هتكون ايه مناسبه، وهي مقاس 3 ونص. زي ما انتم شايفين دي 3 ونص ملم. 3 ونص ده مقاس مناسب جدا، الابره لا هي تخينه قوي ولا هي رفيعه قوي. وانا بالخيط اللي انا هقول لكم تبداوا بيه مش محتاجين غير التلاتة ونص، مش هروح اشتري كوليكشن ابر علشان ابتدي كروشيه. مبدئيا تكلفه، ثانيا انا مش عارفه انا الموضوع عجبني طلع سهل فهكمل ولا لا. فانا كل اللي محتاجاه ابره مقاس 3 ونص. الفرق بين دي ودي حاجه واحده بس، انه هما ممكن يكونوا نفس المقاس ولكن دي هتلاقوها من هنا مطاطيه، تمام؟ ودي كلها زي ما انتم شايفين معدن. فانا بالنسبه لي بدات بالمعدن العاديه، الاثنين بيبقى في منهم نفس المقاس، يعني هتلاقوا من دي 3 ونص ومن دي 3 ونص. ولكن الفكره كلها ان دي في الشتاء في الشتاء لطيفه، وفي الصيف حلوه جدا. ليه؟ لانه في الصيف المعدن بيسخن على الايد لو انا شغاله كروشيه في الصيف، لكن دي بتكون مطاطيه شويه فبتقلل السخونه اللي بتبقى موجوده من كتر الشغل بالايد. فدي لطيفه لو هتشتروها من اول، حلوه قوي قوي جميله وهتبقى مريحه جدا في الاستعمال في الايد لو هشتغل ابتدي اشتغل كتير، تمام؟ فده بالنسبه للابر. اخر حاجه او اخر معلومه معانا بالنسبه للابر، ان انا عندي زي جزئين او 2 كاتيجوري او حاجتين من الابر. انه الابر عندي يا اما الابر اللي انا بستعملها في خيوط الصوف اللي هي بيكون سمكها تخين شويه، وعندي الابر اللي انا بستعملها للخيوط القطنيه الرفيعه جدا اللي انا برضو هوريها لكم في الفيديو، اللي بيتعمل بيها مفارش او مشاريع بتكون صغيره. مشروع في الكروشيه يعني عمل فني، او الحاجه اللي انا عملتها بالكروشيه بسميها مشروع. دبدوب، كره بومبوم، كوفيه، برنيطه، اي حاجه بعملها بالكروشيه اسمها مشروع. فانا عندي المشاريع يا اما بتتعمل بخيوط الصوف السميكه شويه يا اما بالخيوط القطنيه الرفيعه. فالخيوط الصوف السميكه شويه زي ما قلت لكم هنستعمل فيهم دول، لكن الخيوط اللي هي القطن الرفيعه هستعمل فيهم الابر اللي هي بتكون رفيعه دي، ودي فيها اختلاف شويه. انتوا هتلاقوا هنا ده مثلا رقم 2 وده رقم 3، بس لو شايفين هتلاقوا انه 2 سمكها اتخن من 3، وكل ما قليت في الرقم لغايه 0 هتلاقوا ان السمك بيزيد. فهي ماشيه بالعكس، ان انا كل ما بطلع بالرقم يعني 3 ارفع، 4 ارفع خالص وهكذا، تمام؟ ولكن في الابر العاديه بتاع خيوط الصوف اللي هي السميكه العاديه بتاع معظم شغل الكروشيه بتلاقوا ان هي كل ما بزيد في المقاس بيزيد السمك. يعني دي مثلا عندي دي 7، تمام؟ هناخد هناخد واحده سميكه شويه، هنلاقي ان هي دي مقاس 10، دي مقاس 7، وشايفين السمك اختلف ازاي، تمام؟ لو خدنا واحده من الرفيعه هنلاقي دي مقاس 3 رفيعه، 7 اتخن، و10 زي ما انتم شايفين تخينه خالص. فزي ما قلت لكم احنا عباره عن جزئين، جزء من الابر بتستعمل في خيوط الصوف وجزء بيستعمل في الخيوط القطنيه. وزي ما قلت لكم برضو احنا مش هنستعمل دي خالص في بدايه الكروشيه خالص، احنا محتاجين ابره من الابر دي هيكون مقاس 3 ونص، في منها اللي كلها معدن او اللي فيها جزء مطاطي. وقلت لكم المطاطي ده لو انا هشتغل او انا بدايات شغلي في الصيف او انا عامه ايدي حساسه شويه، لما هشتغل كتير هتبتدي تعمل حساسيه هنا وتألمني، فهبتدي ان انا من الاول اشتري اللي هي بيبقى فيها جزء مطاطي عشان سهل عليا الشغل وما تبقاش تعباني. فده كده بالنسبه للابر. تعالوا نتنقل على حاجه تانية دلوقتي. تاني جزء اساسي معانا في الكروشيه وهو الخيط. احنا خلصنا الابر، معانا الخيط. الخيوط في منها انواع كتير جدا جدا، ولكن انا ممكن اقسمها على اساس تقسيمه الابر اللي قسمناها. فانا عندي الخيوط القطن الرفيعه خالص اللي هي دي، وعندي خيوط الصوف اللي هي بتبقى سميكه اللي بستعمل فيها الابر بقيه الابر العاديه خالص زي الابره 3 ونص اللي انا قلت لكم هنبتدي بيها. عايزه اوريكم الفرق في السمك يا رب يبان. يعني لو انتوا هنمسك دي كده، شايفين سمكها؟ طيب عايزين نقارنها بالتانيه، ممكن ناخد جزء وجزء، ناخد حته من دي. ده خيط الصوف وده كده خيط القطن،
شايفين فرق السمك؟ على أساس السمك باحدد الإبرة، فأنا لمّا آجي هاشتغل بالصوف مثلًا هاشتغل ب3.5 اللي أنا قُلت لكم عليها، لمّا آجي أشتغل بالرفيّع ده هاشتغل بقى بإبرة 1 أو 2 أو 3 أو 0 اللي هم مخصصين للخيوط القطنية أو الخيوط الرفيّعة. طيب كبداية شغل، أنا عايزة أبتدي دلوقتي أتعلم الكروشيه، أتعلم بإيه؟ نسيبنا من ده خالص، ده رفيّع هيتعبني في الشغل هيتعبني إن أنا أتعلم، هابتدي بالخيوط الصوف اللي هي دي، خيوط الصوف في منها ماركات كتير أو شركات كتير، فدلوقتي الخيوط غالية، غالية أوي. يعني الشلة أو اللي هي البقرة دي بنسميها شلة، الشلة دي هتلاقوها معدية مثلًا ال60 65 جنيه، فلمّا نيجي نتعلم مش هنتعلم في حاجة تكون غالية، علشان محتاجة إن أنا أغلط وهيتقطع مني الخيط وابتدي أقصه بالمقص عشان أبدأ تاني وهكذا، فهيسحب معايا خيط كتير جدًا، فأنا مش محتاجة إن أنا أبتدي بحاجة تكون غالية أوي، أو أنا مش باعمل مشروع دلوقتي أو مش باعمل عمل فني، أنا باتعلم، فلمّا آجي هاشتري حاجة تكون رخيصة شوية. الخيط ده اسمه سبرينج، تمام، ده خيط صوف مصري، كويس إن هو باين في الكاميرا، صناعة مصرية، تمام. الخيط الصوف ده مناسب مبدئيًا، مناسب معاه جدًا، البقرة اللي أنا قُلت لكم عليها مقاس ال3.5 دي مناسبة جدًا، جدًا لسمك الخيط ده، وفي نفس الوقت الشلة دلوقتي أو البقرة دلوقتي عاملة 15 جنيه تقريبًا، هي بتتراوح من 12 ل15 على حسب المكان اللي هتشتروا منه، وعلى حسب البضاعة دي جديدة والّا قديمة. فدلوقتي لمّا هاجي أبتدي كروشيه، حاجات أساسية إن أنا هاجيب إبرة مقاس 3.5 ومعاها الخيط زي سبرينج مثلًا، ده خيط مصري حلو جدًا، جدًا مش بيوبّر وده جميل، الخيط ده هيبقى في حوالي من 12 ل15 جنيه زي ما قُلت لكم، ودي كده كبداية إن أنا أساس خلاص الكروشيه. أنا محتاجة ممكن حاجات جانبية بسيطة هنبتدي نتكلم عليها في الفيديو بشكل سريع، وهاقول لكم إيه البدايل بتاعتها، ولكن كإبرة وخيط ما عنديش بدايل، لكن بقية الحاجات ممكن في حاجات أستغنى عنها دلوقتي خالص مش محتاجاها، يا إما في حاجات أنا محتاجة لها بديل موجود عندي في البيت أقدر أجيبه، والباقي ممكن أستغنى عنه لغاية ما أبتدي أتعلم الكروشيه. بالنسبة للمقص، أنا محتاجة مقص لإن كل شوية محتاجة إن أنا أقص الخيط بتاعي، سواء إن أنا شبكت خيوط ببعض، خيوط زيادة في الشغل بعد كده، فأنا كمقص أنا ممكن أستعمل مقص عادي جدًا، جدًا من البيت عندي ما فيش أي مشكلة، ولكن قدّام شوية لمّا ابتدي أحس إن أنا خلاص اتعلمت كروشيه هابتدي أعمل منه مشاريع أو حاجة، الخيط ده سوري المقص ده بيبقى أسهل لإن أنا بامسكه تمام، وباقص الخيط على طول من قريب، يعني أنا عندي الخيط مش محتاجة إنه دي تكون طويلة زي المقص العادي، فأنا عندي الخيط أروح ماسكاه وأقصّاه على طول، تمام. ده كمان نفس الموضوع، بامسك أقص على طول، ده بالنسبة لي بيبقى أسهل أوي في أي حاجة فيها خيوط أو أي حاجة فيها أعمال يدوية. فأنا بالنسبة لي المقصات دي جميلة ومريحة، مش محتاجاها أوي، يعني مش أساسية معايا، فأنا ممكن أستعمل المقص العادي بتاع البيت، ولكن لمّا آجي أشتري أنا عندي الاتنين دول، لمّا آجي أشتري الأفضل إن أنا أشتري ده، لإن هو كلّه معدن وبالتالي سهل جدًا في الاستعمال، عايزة أقول لكم ما صدّاش معايا بسرعة وليه سنين معايا، ده أنا جِبته مش مريح أوي وأحيانًا بيعلّق، فهو شكله لطيف وكل حاجة، ولكن في الاستعمال لمّا آجي أشتري بقى خلاص وقررت إن أنا أشتري اللي كلّه معدن ده، لإنه بيعيش وسهل جدًا في الاستعمال ومريح بصراحة. دلوقتي هنتكلم على حاجة مهمة وأساسية في بداية الشغل بتاعنا، وعامةً إن هي تبقى معايا على طول مهمة أوي، وهي علامات الغرز. كل ما هتدوّروا أو هتتفرّجوا على فيديوهات إزاي أتعلم كروشيه أو حاجات بسيطة أعملها في بداية الكروشيه، هتلاقوا إنه أهم حاجة كل شوية بتتذكر إن هو هنحط علامة الغرز. علامة الغرز دي علامة بتحدد لي إن أنا الصف ده نهايته فين، هابتدي الصف منين، فأنا محتاجة أساسي معايا إن أنا أجيب علامات الغرز. طيب علامات الغرز بتبقى كأنها شكل قفل كده، تمام، ده بيبقى زي باكت كده على بعضه في حوالي مثلًا 30 واحدة، من دول بيبقى بحوالي ب10، 15 جنيه. أساسي إن أنا أجيبهم؟ لأ، مش أساسي إن أنا أجيبهم، لإن أنا عندي ده، أنا مش محتاجة غير بِنَس، البِنَس هاقدر أحطها كعلامة غُرز في الخيوط الكروشيه سهلة جدًا وجميلة وموجودة عندنا في البيت، فكعلامات غُرز أنا مش محتاجة كبداية إن أنا أشتري، دي حاجة رفاهية شوية، ممكن أشتريها قدّام لمّا أحس إن أنا اتبسطت من الكروشيه واتعلمته أبتدي أشتريها. دلوقتي معانا حاجة اسمها إبر التنضيف، إبر التنضيف دي إن هو في بداية كل شغل بيبقى في حتة خيط، وفي نهاية الشغل بيفضل لي حتة خيط لمّا أقص النهاية، فأنا عايزة أعمل حاجة زي إن أنا أخفي الخيط اللي فاضل، فباعمل برضه هتلاقوا في الفيديوهات بيتكرر على طول إن أنا هاستعمل أو إن أنا هانضف النهايات أو أستعمل إبرة تنضيف. فإبرة التنضيف مختلفة شوية عن الإبرة العادية لأن ما بيبقاش ليها تبقى ما بيبقاش ليها نهاية مدببة، تمام، زي ما أنتم شايفين كده ما لهاش نهاية مدببة، لأن أنا مش هاخيط حاجة ده خيط، فأنا عايزة أخبيه بس وسط الشغل، فهي نهايتها ما بتبقاش مدببة وفي نفس الوقت دي بتبقى واسعة شوية علشان يدخل فيها الخيط. تمام، في منها نوعين، في النوع ده وفي النوع البلاستيك اللي هو ده، وفي منه مقاسين، تمام، دي كبيرة ودي رفيّوعة. أنا هاحتاج الاتنين ليه؟ علشان أنا عندي خيوط بتبقى تخينة أوي، أوي، فمش هاعرف إن أنا أستعمل فيها الإبر الرفيّوعة، لا الخيط هيدخل ولا هاعرف أشتغل جوّه الشغل بتاعي، فأنا هاعمل إيه؟ ده برضه بيبقى باكت بس فيه حوالي 3 من الخضرا و3 من الصفرا دي اللي هو 3 من المقاس الكبير و3 من المقاس الصغير، برضه عاملين حوالي 10، 15 جنيه مش غاليين. كبداية شغل أنا محتاجة شوية دول عندي. لإن دي لو أنا هاستعمل الخيط اللي أنا قُلت لكم عليه اللي هو الspring، صعب شوية إن أنا أدخّل طرف الخيط في دي، لإن هي هتبقى دي صغيّرة أوي عليها، فأنا دي مش محتاجاها دلوقتي، تمام، أنا ممكن أستعمل دول، أو لو أنا
مش عايزة أعمل كده خالص أو حاسة إن الموضوع غريب أو جديد عليَّ ومش عايزة أصرف كتير، مش محتاجة غير إن الإبرة اللي أنا هاشتريها مقاس ال3.5 هابتدي أشتغل جوّه الشغل نفسه، أدخّل الخيط من ناحية وأطلّعه من ناحية، تمام، بس كده. يعني هل دي أساسية؟ لو أنتِ معاكِ budget أو معاكِ مبلغ ما يبقاش كبير برضه وحابة إن أنتِ الموضوع يبقى أسهل شوية وأنتِ بتتعلمي، اشتريها، ولكن أساسية لأ، هي مش أساسية. أقدر قدّام في الفيديوهات هاوريكم أو لمّا تدوّروا في الفيديوهات أيًا كانت القناة اللي بتشتغلوا أو بتتفرّجوا عليها عشان تتعلموا، هتلاقوا إنه أحيانًا بندخّل الخيوط في الشغل عن طريق إبرة الكروشيه، مش محتاجة إن أنا يبقى معايا إبرة تنضيف، فدي مش رفاهية أوي ولكن مش محتاجينها أوي في الأول. آخر حاجة معايا في فيديو النهارده وهي المتر أو المازورة. ليه أنا محتاجاه؟ علشان أنا لمّا آجي أعمل مثلًا كوفية أو آجي أعمل طاقية، باحتاج إن أنا أقيس محيط الراس أو محتاجة إن أنا أقيس طول الكوفية، عرض الكوفية، فمحتاجة إن يبقى معايا متر، تمام، اللي هو الإلاستيك السهل ده. ده موجود في كل بيت. في الأول خالص بتبقى المشاريع صغيرة، فأنتِ مش محتاجاه وفي نفس الوقت أنتِ هتلاقيه عندِك في البيت أكيد. لو مش موجود، بُصّي أنا أفضّل إن أنتِ تشتريه لإن أنتِ كده من أسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها أول ما تتعلمي هي الكوفية. الكوفية سهلة وسريعة وبتنجز معاكِ في الشغل، فتحسي إن أنتِ عايزة تعملي كوفية. فعلشان تقيسي طولها وعرضها محتاجة المازورة أو محتاجة المتر، وإن شاء الله تلاقيه عندِك في البيت. ولو مش موجود أو أنتِ ما عندكيش برضه رفاهية إن أنتِ تشتري المتر، ممكن نستعمل المسطرة، إن أنا هاقيس العرض وهاقيس الطول ودي سهلة جدًا. ولكن عامةً المازورة هتلاقوها عندكم في البيت كده خلاص يعني سهلة وموجودة. وده كده بالنسبة لفيديو النهارده. أنا حاولت أشرح لكم أقول لكم الحاجات الأساسية اللي مش أساسية أو أقدر أستغنى عنها. وأنا أتمنى إن أنتم تجربوا قصة الكروشيه. الكروشيه ده حاجة حلوة جدًا، سهلة جدًا صدقوني مع التعود وإيدِك تتعود عليه ما تزهقيش. مع الوقت هتلاقي إن أنتِ مبسوطة جدًا إنِّك اتعلمتِ حاجة زي كده. ممكن تبتديه يبقى بداية مشروع بالنسبة لِك، يبقى بداية نجاح حلو أوي، أو فكرة إن أنتِ مبدعة فحابة تعملي حاجات ليكِ وللبيت. بُصّي الكروشيه حاجة رائعة. فأنا أتمنى إن أنتِ تبتدي في المشروع ده أو في الحرفة دي. لو محتاجين منّي أي حاجة ولو محتاجين منّي أي معلومة أو أي حاجة اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وإن شاء الله أرُد عليكم بفيديوهات، ومش هأخّر عليكم في كل الحاجات الأساسية اللي محتاجينها في الكروشيه، سواء غُرز، سواء أعمال فنية تكون صغيّرة، هاكون معاكم لغاية ما توصلوا لكل اللي أنتم عايزينه. نتقابل في فيديو جاي إن شاء الله.